الوزويز الفيديو ده لتزيين شجرة الكريسماس. دلوقتي انا مصورة الفيديو ده بقالي شهر شوية كده، فكنت عايزة انزله من بدري بس ما كانش عندي وقت خالص اعمل له مونتاج، فيا دوبك دلوقتي فضيت له وعملته لكم ونزلته لكم. يا رب اكون لحقتكم قبل ما تكونوا زينتوا الشجرة علشان تعرفوا ازاي تزينوا الشجرة زيي. ناس كتيرة سألتني على شجرة السنة اللي فاتت، أنا كنت عاملاها وأنا حامل. كل سنة أنا اللي بزين شجرة الميلاد وما بحبش حد خالص يعملها إلا أنا. ممكن حد يساعدني بس أنا اللي أعمل لها الديكور وأنا اللي أكون مصمماها من A to Z. أول حاجة إزاي بعمل زينة الأنوار، إزاي بعلق الأنوار في الشجرة. ما بحطهاش داير ما يدور والوايرات تبقى باينة في الشجرة والفروع كلها تبقى باينة فيها الأنوار داير ما يدور لف على الشجرة. لا، أنا بلفها فرع كأني بعمل ضفيرة على فرع الشجرة زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وببدأ من ورا وبطلع لقدام، وأول ما أوصل لقدام أبدأ أرجع تاني لورا، أبدأ أرجع ألفهم تاني كل فرع لغاية ورا زي ما انتم شايفين كده، فرع ده علشان تبقى الفرع كأن الأنوار طالعة من الفرع، ما يكونش كأني لفة بس الواير حوالين الشجرة والأنوار ما تكونش واصلة لغاية جوه الشجرة. بالمنظر اللي أنا عملت بيه الأنوار الشجرة ده بيخلي إن الشجرة فيها الوايرات نوعا ما مخفية، مش بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. دي الطريقة التقليدية اللي الناس بتعلق الواير بيها، ممكن يدخلوه شوية لجوه يحطوه على الطرف، بس في الأول وفي الآخر الواير هيفضل باين إنه مدلدل حوالين الشجرة داير ما يدور. إنما الطريقة بتاعتي بتخلي الشجرة منورة لغاية جوه، مش بس من بره أو على الحروف، إنما انت بتنوري الشجرة لغاية جوه، والواير ما بيبقاش مدلدل زي ما انت شايفين كده ويبوظ ديكور الشجرة. طبعا أنا عاملة ديكور شجرة أبيض فأبيض، فجايبة أنوار أبيض ولازم يبقى السلك بتاعها أبيض برضو علشان ما تبانش نوعا ما. وأحلى حاجة في طريقة تركيب الأنوار دي بتبقى زي الفيري لايتس كده، كأن كل فرع فيها نور بتاعها، يعني كأن الشجرة جاية الأنوار منها فيها. ما بتضايقكيش وانتي بتحطي الزينة، ما بتديش الشكل الوحش للوايرات كده باين في الشجرة وانتي حاطة الزينة، فبتدي شكل جميل جدا وراقي قوي. طبعا ديميان ودانييلا ما فرقونيش وكانوا معايا قاعدين على الجامبر بتاعتهم مبسوطين بيها ومبسوطين وهما بيتفرجوا عليا وانا بزين الشجرة ويتعلموا مني علشان لما يكبروا يزينوها معايا. طبعا هما الوحيدين ومامي طبعا اللي او مسموح ان هما يساعدوني في تزيين الشجرة، اي حد تاني ممنوع يلمسها الا لو انا اللي طلبت مساعدتهم. السنة اللي فاتت انتوا كلكم سألتوني ازاي عملت الشجرة او ازاي زينتها، لان كنت عاملاها ديزاين ابيض فابيض. هي كانت شجرة خضراء ومرشوش عليها جاهزة، يعني مرشوش عليها زي تلج كده صناعي ابيض، ورحت انا كملت عليها زينة كلها ابيض وسيلفر فقط، ما حطيتش اي الوان وانوار بيضة فقط. فالسنة دي حبيت ان الشجرة تكون بيضة تماما وتبقى برضو بالزينة الابيض والسيلفر وتبقى شكلها احلى بكتير، وانا متشوقة جدا ان انا اشوف شكلها هيبقى ازاي، لانها هتبقى كلها ابيض فابيض. وكتير بيقعدوا يسألني عليهم ويقولوا لي اخبارهم ايه، فانا هسيبه لكم شوية تتفرجوا عليهم، واللي مش حابب يكمل فرجة على ديمي وداني يقدر يجري الفيديو للدقيقة 5 و10 ثواني. Mommy threw the ball. Boof, boof, boof. Boof, boof, boof. Boof. Boof, boof, boof. Boof, boof, boof. Boof, 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 boof. Boof. Boof, boof.
زي ما انتم شايفين ديمي كانت نعسانة ومش متفاعلة معايا، فانا طلعتهم انيمهم وبعدين نزلت عشان اكمل باقي تزيين الشجرة. نرجع بقى لتزيين الشجرة. انا طلبت من إيريك بس يساعدني ان هو يركبها لي، لان انا كان ظهري وجعني اليوم ده، فما كنتش حابه ان انا اذي ظهري اكتر، فهو كان مطلوب منه بس يساعدني. غير كده كان زماني انا اللي ركبتها لوحدي. هنا بقى كنت بحط القطن في الشجره علشان يملي اي فراغ جوه الشجره، جوه الجذور بتاعه الشجره اللي بتبقى الفروع طالعه منها، فعلشان ما تبقاش شكلها فاضيه بحط جواها قطن، وبعدين على الافرع كمان بحط شويه قطن علشان يدي منظر كأن في تلج واقع على الشجره. دلوقتي ابتدينا نركب الانوار، وبعد ما خلصنا تركيب الانوار بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها هنبدا نحط الزينه. وحطيت رولات فرو داير ما يدور الشجره، حطيت 3 رولات فرو. دلوقتي دي كلها الزينه زي ما انتم شايفين، كلها ابيض فابيض او سيلفر فقط. حبيت ان انا امشي على كولر سكيم زي السنه اللي فاتت. كل الكريسماس اورنمنتس او الاكسسوارز اللي انا بحطها على الشجره كلها يا اما لونها ابيض او سيلفر فقط، وقطن ابيض وفرو ابيض، اي حاجه ابيض علشان تزيد جمال الشجره. الزعافة السيلفر دي برضو حطيتها كده من على جنب في الشجرة. دي كنت انا عاملاها من 10 سنين يمكن، كنت عاملاها DIY وكانت الوحيدة اللي فاضلة عندي، فعشان كده ركبتها كذكرى يعني في الشجرة. وبعدين بقى حمامات السلام دول التيرتل دوفز بحبهم قوي قوي قوي، وبيدوا شكل حلو قوي للشجره. عجبوني ان هما بالكليبسات كده بيتركبوا بكل سهوله. السنه دي بقى جبت الصغننه برضو علشان تبقى زي السنه اللي فاتت كنت حامل ما كانش عندي بيبيهات، السنه دي بقى عندي بيبيهات. حتى الحمامه دلوقتي برضو عندها البيبيهات بتوعها. وكمان القطط الفرو دي برضو جبتهم كانهم بيتسحبوا على الحمامه، فعجبوني برضو شكلهم. حطيتهم في الرف التحتاني خالص من الشجره، وحطيت شوية قطن تاني برضو. وبعدين النجمة خليت مامي هي اللي تركبها لي. من الاخر اي حاجة لونها ابيض سيلفر بيلمع بفرو بشعر قطن هيمشي مع الشجرة البيضاء. ودلوقتي هنركب بقى الفروة اللي بتغطي البيس بتاع الشجرة من تحت وبيغطي اي واير طالع منها، ودي الفاينل لوك بتاع الشجرة بتاعتي. دلوقتي بقى هنزين البيس بتاع الشجرة بشوية علب. مامي كانت مغلفالي علب كتير قوي بالقماش السيلفر ده علشان يدي شكل حلو كأنهم هدايا يعني، فكل سنة بنستعملهم كديكور، فشكلهم حلو قوي. وطبعا بعدين بقى الهدايا الحقيقية هتتحط حواليهم. والفانوس الابيض ده برضو انا اشتريته، عجبني قوي عليه سانتا كلاus. جبت 2 سانتا كلاus، واحد من كل جنب لان كنت حاسة انه واحد مش كفاية، فاشتريت 2. وبعدين الريندير ده وسانتا كلاus الاحمر ده حطيتهم على جنب. وده الفاينل لوك للكريسماس تري بتاعتي. يا رب يكون عجبكم الفيديو وانبسطتوا منه. ولو ما لحقتوش السنه دي ان انتوا تعملوا نفس الديكور اللي انتوا كنتوا طالبينه مني، معلش انا اتاخرت عليكم في الفيديو. ممكن تسيفوه علشان تعملوا الشجره السنه الجايه بنفس الطريقه بتاعتي، او تاخدوا طريقه الانوار على الاقل وتكتسبوها في الشجره بتاعتكم. love you يا احلى وزويز and merry christmas to all and to all a good night.